كان لازم اشرب معاهم عشان ابقى زيهم. لو ما شربتش كنت هبقى خدام عندهم. رامي عبد الحميد ما كانش بيحلم يبقى غني ولا بيجري ورا السلطة، كان نفسه يعيش بكرامة ويحس إن الناس اللي حواليه بشر زيه، لكن لما احتاجهم سابوه، ولما صرخ محدش سمعه، ولما خسر كل حاجة قرر ينتقم. الفيديو ده مش مراجعة للفيلم، ده غوص في لحظة الانهيار، في اللحظة اللي بتكسر الإنسان وتحول لنسخة عمره ما تخيل إنه يكون. ده اللي حصل في حتى لا يطير الدخان. هم اللي اضطروني لكده يا ثانيه. عشان كده حسبت لهم ان انا لو مشيت في سكتهم هبقى احسن منهم. هبقى سيد سيدهم. الفيلم اتعرض سنة 1984 عن رواية بنفس الاسم للكاتب إحسان عبد القدوس، لكن اللي حصل في الفيلم يختلف كتير عن الرواية الأصلية، وهنرجع للفرق ده بعد شوية. بطولة عادل إمام، سهير رمزي، أحمد راتب، وإخراج أحمد يحيى. الفيلم بيبدأ بفهمي شاب فقير في كلية الحقوق بيحاول بكل الطرق يساعد أمه المريضة، بيطلب من 3 من أصحابه الأغنياء إنهم يساعدوه بفلوس العملية، بيرفضوا وأمه بتموت، وهنا بتتغير كل حاجة. ازيها دلوقتي؟ ماتت. اسبوع وهي بتموت قدامي وانا مش قادر اعمل لها حاجه. لكن ورحمه امي من النهارده انا مش هقف ساكت. اللي حصل لفهمي مش فجأة ولا سطحي، هو مش بس شاف الظلم، ده حسه جوه جلده، شاف ان المجتمع بيتعامل معاه كأنه كائن آلي، ودايما اول خطوة نحو الشر بتكون احساسك انك مالكش قيمة. بعد ما امه ماتت قرر يفوق بس بطريقته، كمل دراسته بهدوء شديد، بدأ يجمع فلوس بطريقة مشبوهة من غير ما يزعق، من غير ما يشتكي، بدأ يصعد لحد ما بقى حد ليه نفوذه وليه كلمة، والأهم ليه غل جوه قلبه عمره ما هدى. في نوع كده من الانتقام بيبقى صاخب دموي، لكن فهمي اختار النوع الأخطر، الانتقام البارد. أصحابه القدام كمال، مدحت، ورؤوف، كل واحد فيهم خد ضربة في توقيت حساس. مدحت اللي بيشتغل في الفكة واللي كان دايما بيتنمر على فهمي خسر صفقة كبيرة بسببه. ببساطة فهمي شاف إن العدل مش موجود فقرر يخلقه بإيده، وكل خطوة كان بياخدها كانت بدقة جراح، والأغرب ولا لحظة حس فيها بالذنب. خيرية اللي كان بيحبها زمان لكنه كان غلبان فرفضته، بعد ما الدنيا دست على مدحت جوزها راحت له قالت له طلقني منه ونتجوز. فهم ابتسم وشجعها، وبعد ما اتطلقت قال لها انا ما كنتش اقصد، ده كان كلامه خلاص. اللي حصل هنا مش بس انتقام من واحدة رفضته، ده كان انتقام من طبقة كاملة شايفين نفسهم فوق وفاكرين الحب لعبة طبيعية. هتكوني مين يعني؟ واحده من بره متسوقه ومن جوه فاضيه. بس هخرج ازاي؟ من سلم الخدامين طبعا. يعني ايه؟ انت نسيت وعدك ليا؟ انا ما وعدتكيش بحاجه. يعني كل اللي عملته ده علشانك ملوش تمن؟ عايزه كام؟ انا المره اللي فاتت نزلتك من سلم الخدامين. المره دي هنزلك من الشباك. الرواية الأصلية لفيلم حتى لا يطير الدخان كانت بتركز على شخصية فهمي كرمز للنقاء، شاب شريف بيواجه الفساد لكنه ما بيتلونش بيه، لكن الفيلم كان عنده رأي تاني، إن اللي بيعيش وسط النار لازم يتحرق. المخرج والكاتب اختاروا إن فهمي يكون مراية للغضب الطبقي، للانتقام من مجتمع بيكرم الفاسد ويحتكر الشريف، وده كان سبب قوة الفيلم، وهو برضه سبب إن النهاية كانت حزينة جدا. فهمي بعد ما انتقم من الكل وبدأ يخطط لحياة جديدة مع جارته ثانية مات فجأة في ليلة فرحه. في ناس شافت ده عقاب، وفي ناس شافت كأنه خلاص ما بقاش عنده سبب يعيش، بس الحقيقة إن الموت هنا كان النهاية الوحيدة الممكنة لشخص اتحول لظل. ما بقاش بني آدم، ما بقاش بيحس، ما بقاش بيحب، بقى مجرد خطة بتمشي على رجلين، ولما انتهت خطته انتهى هو كمان. حتى لا يطير الدخان مش فيلم انتقام بس، ولا عن طبقة مظلومة ردت عن الظلم، هو فيلم عن فكرة لما المجتمع بينسى ضحاياه بيتحولوا لجلادين. والسؤال الحقيقي مش هو فهمي كان غلطان ولا لا، السؤال هو لو كنت مكانه كنت هتفضل طيب ولا كنت هتتحول؟ وتفتكر الشر دايما بيبدأ من القلب ولا من الناس اللي قرروا يسكتوا وهما شايفينك بتتكسر وبس كده.